يعني الرابع. يعني صار استثمار يعني صراحة غريب جدا يعني يعني المدارس الكروية يعني واحد المجموعة يعني هناك يعني تهاتف على تسجيل الأولاد في المدارس، وهناك متابعة يعني كان بعض الأصدقاء، وكانت فيها حتى الاستفادة يعني المادية، لأنه كان العقود يعني طيبة تشجع على أنه اللاعب يعني يبذل واحد المجهود. من سنة كيف صارت القصة يعني أنا كنا احنا طلعنا نهينا الدوري، طلعنا من الكأس، ونادي السد كانوا متابعين قدرتش، بس لما رجعت طلبوا مني أنني أغادر، وغادرت يعني ما عندي مشكلة يعني. صحيح. يعني ليش غادرت المنتخب الأردني؟ يعني هل أنت غادرت أو أن هم؟ لا أنا اللي طلبت أغادر. مرحبا بكم أصدقائي في قناة المغرب بعيون أجانب، القناة التي ترافقكم في اكتشاف قصص جديدة وتجارب ملهمة وحكايات من واقع حياتنا، سواء كانت ثقافية، اجتماعية أو حتى رياضية حين تستحق الوقوف عندها. واليوم نأتيكم بحكاية مختلفة تماما، حكاية تحمل بعدا إنسانيا قبل أن تكون رياضية، قصة مدرب كبير واجه مواقف صعبة وضغوطا غير متوقعة وتعاملا بعيدا تماما عن الاحترافية. إنها شهادة صادقة تكشف الوجه الآخر لعالم يبدو جميلا من الخارج، لكنه مليء بالتحديات خلف الكواليس. كيف عاش الحسين عموتة هذه التجربة؟ ما الذي دفعه للتفكير في الرحيل؟ ولماذا شعر بأن هناك من لا يقدر جهده ولا احترامه للمهنة؟ اليوم سنترككم مع شهادته كما جاءت من قلب الحوار في قناة الكأس. استمعوا جيدا، فالقصة تحمل الكثير من العبر والكثير من الأسرار. ولا تنسوا قبل أن نبدأ شاركونا آراءكم في التعليقات. هل ترون أن ما تعرض له عموتة يعكس مشاكل أعمق في كرة القدم العربية؟ وكيف ترون شخصيته وطريقة تعامله مع الأزمات؟ دعونا نقرر وجهات نظركم ونتفاعل معا، فأنتم جزء أساسي من هذه القناة. والآن لننطلق إلى الفيديو. الموضة يمكن هذه تكلمت عليها هي اللي موجودة اليوم. يعني بعد كأس العالم الموضة صارت على أنه مجموعة من الآباء يستثمرون في الأولاد، يعني متابعة، الوقت الكافي، الإمكانية. الأخيرة اللي كانت في قطر، نعم يعني الرابع. يعني صار استثمار يعني صراحة غريب جدا يعني يعني المدارس الكروية يعني واحد المجموعة يعني هناك يعني تهاتف على تسجيل الأولاد في المدارس، وهناك متابعة يعني كان بعض الأصدقاء والزملاء يعني يتابعون أولادهم صراحة يعني في كرة القدم. يعني احنا فترتنا حنايا لم يكن يعني بالعكس، كان العكس، كانوا الآباء يتخوفون يعني لأنه مستقبل كرة القدم لم يكن مضمونا يعني، وانت معرض ممكن للإصابات، وحتى العقود ما كانتش عقود اللي صراحة يعني تضمن لك أنك تعيش يعني على مستوى يعني جيد أو على الأقل متوسط، بسيطة يعني بسيط. وطبعا يعني ما كانش استثمار كبير يعني في انك تمشي ويعني والآباء يعني يشجعوك انك تستمر. يعني انا يمكن كانت واحد الحالة خاصة. لماذا؟ لأنه أنا خلصت يعني الثانوية وخديت الدبلوم تاعي، والدبلوم ديالي كان حتى هو رياضيات، شونس ماتيماتيكس. يعني كنت يعني مركز على الدراسة. هاي يعني التخصص صعب يعني بعد اليوم التخصص مش بالسهولة. نعم صعب. طبعا أنا اللي خلاني يعني نمشي نلعب كرة القدم هو أنه يمكن تميزت في واحد سنة ونص. أنا كنت وقعت مع نادي الخميسات في الدرجة الثانية، لعبت معه سنة ونص. في هذيك السنة ونص يعني التحقت بالمنتخب الأولمبي. يعني هنا بدا الضغط عندي نتابع ولا نمشي. طبعا هناك من الأشياء اللي كانت جيدة وشجعتني، وهناك معهد الرياضة، معهد منير شيد للرياضة موجود في الرباط، وبالتالي فأنا قررت أنني انتقلت من نادي الخميسات نادي الفتح وتسجلت في معهد الرياضة على أساس أنني ما نضيعش يعني مستقبلي الدراسي. ولهذا أنا اليوم عندي وظيفة في وزارة الشباب والرياضة. وطبعا هذا الأساس أو ربما المبتغى يعني والهدف ديال التكوين يعني الأطر في هذا المعهد الرياضة هو تكوين أيضا المدربين. وبالتالي أنا استفدت أول حاجة أنني لعبت كرة قدم ومارست كرة قدم، ولما خلصت يعني التكوين اللي عملته في هذا المعهد هو اللي ساعدني أنني تكون عندي إمكانية أنني نسرع يعني مدرب. التجربة اللي أنت خضتها في حدا هذه الأندية تعتبر بالنسبة لك أفضل تجربة؟ هو طبعا 4 سنوات مع نادي السد، 4 سنوات، لأنه كانت فيها بطولات
وطبعا يعني الافضل اللي كانت أفضل، مع نعم السد. نعم، لانه فزت فيها ببطولات واحتكاك مع لاعبين محترفين، لا في النادي ولا يعني في الدوري. وكانت فيها حتى الاستفاده يعني الماديه، لانه كان العقود يعني طيبه تشجع على انه اللاعب يعني يبذل واحد المجهود. من سنه كم كان؟ يعني من سنه 97 2001. نعم. زين. والثانيه يعني التجارب الثانيه شو اللي صار فيها؟ يعني في الرياض ايش كثر لعب؟ في الرياض لعبت سنه ما توفقت. لا بالعكس، خرجت ثالث هداف الدوري، لكن كانت الاجواء كانت بالنسبه لي كانت شويه صعبه، ولو انه نادي الرياض ذاك الوقت كان نادي قوي يعني. يمكن خلصنا الموسم يمكن في الترتيب اظن السابع او السادس. الاجواء من اي ناحيه؟ يعني كانت كانت غير انا شنو يعني كيف صارت القصه يعني. انا كنا احنا طلعنا نهينا الدوري، طلعنا من الكاس، ونادي السد كانوا متابعين، اتصلوا بي على اساس اني نشارك في نفس الموسم ديال 96 97 كاس الامير، سمو الامير، وشاركت. من كلمك تذكر؟ ايه لازم نعرف احنا الحين هاي ترى كان اللي اتصل عليا فيكتور ابو نظيم. ما شاء ذاك الوقت كان هو امين، اظن امين السر، فيكتور ابو نظيم. نعم فيكتور نظيم. نعم. زين. وكلمك على طول وافقت؟ طبعا احنا كنا نهينا الموسم مبكرا لانه خرجنا من الكاس، وبالتالي انا بالنسبه لي تجربه انني يعني اكتشف الدوري القطري، خاصه من خلال يعني كاس سمو الامير. طبعا جيت لعبت 4 مباريات، الحمد لله كانت امورنا طيبه، وتلقيت عرض من نتيجه السد على اصل البقاء. يعني لعبت في كاس الامير 4 مباريات وبعدين وقعت لنادي السد. نعم. اقصد يعني نعم استمريت على الباب. يعني شلون كانت العلاقه ذاك اليوم مع نادي السد؟ والله الحمد لله جد ممتازه، ولحد الان يعني ما زالت علاقتي من نادي السد. لين الحين يحب هم اصلا، لين الحين يعتبرونك انت لاعب نادي السد يعني. صحيح. يعني ليش غادرت المنتخب الاردني؟ يعني هل انت غادرت او ان هم؟ لا انا اللي طلبت اغادر، وانا كنت يعني مصر اني اغادر مباشره بعد كاس اسيا. قريبه. انا كنت جاي من الاردن كاس اسيا بالشنط ديالي على اساس اني نغادر، انا ما سوى. يعني من قبل كاس اسيا كنت مقرر اني كنغادر. لا قبل ما نبداو كان في شيء يمكن مزعلك منهم؟ وطبعا انا ما كنتش مرتاح يعني 100%، وعائلتي ما حضرتش معايا الاردن، وبالتالي انا سميتو، انا كيف ما قلت لك في بدايه هذا، انا انسان مرتبط مع العائله. طيب لا ليش ما كنت مرتاح؟ يعني هل كان العمل اللي انت مش يعني بيئه العمل ما كنت مرتاح فيها؟ كانت بعض الظروف صعبه، لا في التحضير للمنتخب ولا في التعامل معي انا بالخصوص. من اللاعبين؟ لا اللاعبين جدا محترمين، يعني من صحفيين، بعض الاداره وكذا يعني كانت بعض المعاملات اللي هي ما فيهاش احترافيه في التعامل. انا مدرب جدي، ولما تنحضر انا لما كنمشيو حنا كنحضروا نلعبوا واحد البطوله اللي هي كبيره، فبالاول والاخير من لا يتحمل المسؤوليه لما تكون الهزيمه هو المدرب. وبالتالي انا كنت طالب يعني بواحد الجديه في التعامل مع التحضير، فاخذ بعض القرارات ما كانتش واحد الجديه، وبالتالي انا قررت انني يعني نغادر قبل بدايه يعني هذه البطوله الاسيويه. طبعا يمكن صرحت عليها بعد المباراه النهائيه، لكن الاخوه اللي قريبين مني في الاداره عارفين انني ساغادر. يعني قرار كان مسبق عارفين. طبعا بعد المباراه النهائيه اتصالات من هنا وهناك على اساس انني مستمر، بس كانت مساله وقت فقط. وانا ذاك الوقت يعني نزولا عند رغبه يعني الاخوان في الاردن، يعني خاصه يعني من الجهات العليا، ف يعني استحيت بعض الشيء وقلت خليني نكمل، على الاقل نكمل المرحله ديال الاولى ديال تصفيات كاس العالم اللي كانت متبقي فيها تقريبا 4 مباريات مهمه جدا. كملتها ونهينا يعني المرحله الاولى متصدرين امام السعوديه، وهذا جدا مهم. حاجه لقيت دعوه من اللجنه المنظمه لكاس العالم،
وهذا شرف كبير أنه مدرب مغربي يعني تلقى دعوة يعني من اللجنة المنظمة. طبعا أنا بفضل تواجدي هنايا، أنتم عارفين يعني علاقتي يعني مع الكاس بالضبط. طبعا، يعني لما يطلبك يعني أشخاص اللي عزيزين عليا أنني نحلل شوية وكذا وكذا وكذا. حتى أنا في المباراة الأولى يمكن مباراة الافتتاح أنا كنت موجود في الملعب، وهذا يعني أنا أمثل المدربين المغاربة والجمهور المغربي يعني. بالعكس الناس المفروض في الوداد أنهم يفرحوا لعموتي، يقولوا عموتها في المباراة الافتتاحية وكذا 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 غير ذلك. طبعا أنا جيت 7 أيام كانت عندنا راحة، كان أسبوع عندنا راحة في الوداد، أسبوع راحة في الوداد. طبعا أنا يمكن تأخرت فقط يومين، وهذيك اليومين اللي تأخرت فيها لأنه ما لقيتش هذا رحلة العودة فقط. وطبعا اليومين اللي هذا الاستئناف التدريب كان عندي 2 مدربين مساعدين ومدرب اللياقة، المفروض يعني تمارين خفيفة واسترجاع يعني اللياقة البدنية وكذا وكذا، يعني مش محتاجين عمو يكون حاضر حتى أسبوع. هما رئيس يعني الوداد أصر انك ترجع. الله يسامحه الله يسامحه، أصر. قلت له أنا لقى لي الرحلة، لأنه ذاك الوقت الرحلات كانت صعبة شوية، الرحلات صعبة. أنا حاولت بس ما قدرتش. بس لما رجعت طلبوا مني أنني أغادر، وغادرت يعني ما عندي مشكلة. عادي جدا، أنا بالنسبة لي عادي جدا، عادي جدا. ويعني لا أنا يعني أقصد أن هل هم كانوا يعني مثل ما نقول احنا يعني يدورون عليك يعني سبب بس عشان هم لا أظن أنه هذا السبب، لا أظن هذا هو السبب. وبالعكس أنت لما كتشوف مدرب مغربي جاء لكأس العالم وحاضر المباراة الافتتاحية يحلل، بالعكس هذا شرف بالنسبة لنا حنايا كأطر فنية أنها تكون متواجدة خارج البلد. أنا هذا سؤالي يعني ليش هم ما أعطوك فرصة يعني؟ لا هناك أشياء، هناك كلام يعني كلام. شوف مع الأسف أنك تصرفات غير مسؤولة بعض المرات من بعض المسؤولين. طبعا بعد نهاية العقد أنا كلمت رئيس نادي الفتح السي علي الفاسي الفهري اللي كان تمنوا له الشفاء، اللهم على أنني سأغادر، يعني للبحث على آفاق يعني مهمة، وأنك تدرب يعني في قطر ليس بالسهل، وفيه يعني فيه للبحث على الاحتكاك أول حاجة مع مدربين على مستوى عالي، والاستفادة وتطوير يعني النفس من ناحية التكتيكية. نعم بالضبط. وجيت للسد. نعم. دربت كم موسم؟ أنا تميت مع السد تقريبا 5 سنوات، ماشي 4 سنوات ونص تقريبا، 5 سنوات. نعم. وش حققت فيها من بطولات؟ والله أنا كنت موجود في الشامبيونز ليج 2011، شامبيونز ليج السد 2011 كنت موجود، فزت بالدوري، فزت بكأس الأمير 3 مرات، السوبر كوب فزت فيها، يعني تقريبا حقق مع نادي السد 5 بطولات، 5-6 بطولات. يعني هذه إنجازات كبيرة يعني. والحمد لله يعني هذا عمل جماعي، عمل إدارة، عمل لاعبين، أطر فنية، إدارية، جماهير، مساندة الجماهير. البطولة اللي أحرزتها مع نادي السد دوري أبطال آسيا. نعم. أنا كنت مدير فني ذاك الوقت، كان هذا فوساتي هو المدرب وأنا كنت مدرب. هو أول سنة جيت. إيه بس أنا أقصد أن البطولة هذه يعني اللي هي دوري أبطال آسيا كانت يعني أيضا مشوار صعب يعني لنادي السد، يعني كان يتأهل في البداية بصعوبة من التذكر كلام حسين. صحيح. بعدين ما شاء الله مشى يعني نادي السد بشكل جيد، اللاعبين كانوا على مستوى أيضا جيد في ذيك الفترة. طبعا كانت المجموعة طيبة ومقاتلة، وكانت يعني الأهم هو مساندة الجميع. نعم. زين يعني على مستواك يعني ما شاء الله نجم وهداف ومقاتل وتركض في كل مكان في الملعب، ليش ما أخذوك منتخب المغرب؟ والله أنا كنت في منتخب المغرب الفترة يعني ما بين 90-94 كنت في منتخب المغرب. بس يعني لعبت أساسي؟ لعبت مباريات. نعم، مع الأولمبي والفرق الأول. نعم لعبت مباريات. وأي بطولات شاركت فيها؟ شاركت في إقصائيات كأس العالم ديال 94، شاركت في إقصائيات كأس إفريقيا، الإقصائيات ديال 94 و92. شاركت مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد برشلونة، ولعبت مباريات في أولمبياد برشلونة. أنا كنت موجود مع المنتخب. لاعب أساسي. لعبت أظن لعبت مباراة ولا مباراتين. سجلت أهداف مع المنتخب؟ سجلت. نعم.
وبعدها خلاص. بعد 94 يعني ابتعدت. ليش؟ زين مع ان انت في يعني شوف انت نجوميتك في السد كانت في ال 97. صحيح. يعني انا اقصد ذي الفتره من ال 97 وانت طالع. شوف صراحة لا أدري طبعا هي اختيارات مدربين أو ربما يمكن لأنه كنت متواجد أنا يمكن في الدوري القطري، يمكن أغلبية اللاعبين اللي يكونوا المحليين في المغرب أو اللي جايين من أوروبا، ولو أنه في ذاك الوقت ما كانوش لاعبين محترفين كثير في أوروبا، لكن هذه كتبقى دائما اختيارات مدربين وقناعات مدربين أيضا. يعني هل كنت أنت تعتقد أنك أنت تستحق يعني تمثيل أفضل دولي مع المنتخب؟ طبعا. ظلمت يعني أكثر من أن ظلمت في كاس افريقيا 92 او 94 دي كانت مقيمين في السنغال. طبعا كانت هناك 4 مباريات وديه قبل المشاركه، قبل الالتحاق يعني بالذهاب للبطوله. طبعا لعبت اول مباراتين اساسي، سجلت 3 أهداف في المباراتين. أتفاجأ المباراة الرابعة الثالثة والرابعة غير موجود في اللائحة. لا هاي استقصاد يعني. نعم. يعني من المدرب، من إدارة والله يمكن المدرب والإدارة. المدرب ذاك اليوم والله نسيت، إلا كانت فترات، كان تغيير مدرب، كانت فترات. لكن تشعر أنك ظلمت يعني. طبعا أنا ذاك ظلمت صحيح. مرحبا بكم في قناة المغرب بعيون الأجانب، القناة التي تنقل لكم الحقيقة كما يراها العالم، وتفضح حملات التضليل وتسلط الضوء على قوة المغرب وإنجازاته من منظور خارجي محايد. لا تنسوا الاشتراك الآن وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد من تحليلات وأخبار حصرية تسقط الأقنعة وتكشف المستور.